الله وبركاته. معكم محمد الكهربائي. طبعا اليوم طريقة كيف نصب شاشة البلازما في الجدار يعني جدا سهلة. عم تعتمد على هاي القاعدة. هاي سعر القاعدة 8000 إلى 10000 دينار عراقي. هاي سعرها في السوق. هاي نوع القاعدة ثبتها بشويات. نوع الشوي يكون هذا، يجي وياها شوي جاهز مالتها، تنضب بسبانة 10. راح اشوفكم طريقة. اول طريقة تربط هذني، هسه انا ربطتهن طبعا، تضربهن نتات. شوف هاي البراغي، هذا البرغي اذا تشوفونه هسه عندك، ومناهم برغي منا. هذا اذا تشوفونه هسه، شوف راح اخليكم تشوفونه. طبعا هذا البرغي ذاك الجو الثاني، ومناه نفس الحالة. تضربها 4 براغي. الشاشة ما تقبل غلط، قياساتها ثابتة، انت تقدر تتحكم تعليها او تنصيها، ماكو اي مشكلة. طبعا هذا اول ما تربطها ذني، بعدين تثبت هاي في الجدار. هاي تثبت على قبان، يجي وياها قبان صغير، او لا عندك قبان بالبيت وتثبتها. راح نقطع هسه ونشوفكم شلون تثبيت في الجدار. طبعا هسه احنا نقبلها وراح نثقب بشويات بهذا الدريل. هذا الدريل برينا 8. راح نثقب ونثقب شويين او 4 حسب اللي تريده. احنا طبعا 2 لان هي حجم 32 ما يحتاج شيء. راح نثقب ونرجع لكم. بعد ما رجعنا لكم هسه احنا ثقبنا هذا الاول وهذا الثاني. راح نقعدها ونحط البراغي ونشوفكم. طبعا هسه شوفوا ثبتناها. راح نضبها بالسبانة. هاي السبانة تصير عندنا. هسه اشوفكم الطريقة. طريقة جدا سهلة. طبعا الضب، وهاي منا الضب منا. راح اضبها وارجع لكم. بعد ما ثبتناها شوف صار ضب قوي، تم يعني ضب بنجاح، صارت قوية. راح اشوفكم هسه شغل بالبلازما ونرجع لكم. هسه احنا رجعنا لكم للبلازما. طبعا شغل بالبلازما، اول فقرة تربط الفيش مالت الستلايت. اذا كان عندك اتش دي تربط منها اتش دي، اذا كان عندك ستلايت عادي، طبعا هسه الستلايت عادي الرابط عندي، تربطها على اذا تشوفها على اون بي اف ال ار، يعني فيديو صوت. نربط الفيديو هسه على الخروج. شوف هسه ربطناها هنا صورة صحيحة. كملنا الربط هنا، ما عندنا شيء. نرخي هذن البراغي. عمود بني قعدنا بالقاعدة بس هسه راح نقعدها بالقاعدة ونشوفكم الستلايت ينحط هنا. هنا ينحط الستلايت ويلف الوالات مالته وترتبه. راح اشوفكم اياها. طبعا بعد ما ربطناها وعلقناها ما قدرت تشوف. هاي هسه علقناها، احنا ما قدرت اعلقها واصور، بس عندنا هسه تنتبه لي لهذا البرغي. هذا ينضب لان شوفوها عندك حركة البلازما توقع. وهذا البرغي تحكم، تقدر ترفعها. شوف هسه اقدر ارفعها لي فوق، انزلها لي جوا كيفي. بس احنا اهم شيء هذول البراغي ينضبن. هذا عند البرغي ينضب. هسه راح اضبه وارجع لكم. طبعا هسه ثبتناها وشدينا البراغي. شوف انضبن. هسه تحرك ما بيها، بس تقدر تتحكم لي بالعلو والنص. شوف من راح ارفعها وتضب لي هذا بدي اشوفك اياه. هسه طبعا راح نربط كهربائيات ونربط فيشة الستلايت ونرجع لكم. بعد ما رجعنا لكم، هاي تثبيتها صورة صحيحة. هاي البلك مالتها، هذا الواير.